لقد اشتهر أبي أطلب العلم ولد، ولقد اشتهر ولي الفصل بالفاصح كلام، ولقد اشتهر رئيس المعهد جبل نور بأخلاق الكريمة، ولقد اشتهر حاضرون والحاضرة بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بذكره تطمئن القلوب، وبفضله ورحمته تغفر الذنوب. الذي له الحمد ليلا ونهارا، كما له الحمد بكرة وأصيلا، وله الحمد في العسر كما له الحمد في اليسر، وله الحمد في السراء والضراء كما له الحمد في النعيم والرخاء. مؤمنين بأمري، مسلمين بقضائي، ملتمسين منه جل وعلا والصبر على البلاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى اليوم القيامة. أما بعد، في هذه الفرصات الثامنة أحثكم إلى ذكر الله، الله الذي جعل الفتى قوة شديدة، وجعل الإسلام عقيدة والشريعة، وجعل الإندونيسيا دولة مستقلة، وجعل الصابا حتى مروكي ولاية، وجعل الأسوس الخمس أو فانتصيل سلسلة. الذي قد أعطانا رحمة ومغفرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان. ثم نصلي صلاة ونصلي سلاما على النبينا. من نبينا؟ نبينا ختم الأنبياء، نبينا ختم الرسول، ونبينا ختم الكتاب. من نبينا يا أخي؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد سلم أمته من الظلمات إلى النور، ومن أخلاق المجتمع سيئة إلى الأخلاق الحسنة، الذي قد هدانا إلى الصراط المستقيم حتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل. سيادة الحكماء الكرام، فضيلة الرئيس الجلاسة، والحاضرون المحبوبون، ولا أنسى أن أشكر الرئيس الجلاسة الذي قد أمرني وأعطاني محمد نرد ألفي المشترك من فصل الرابع سلافية فرصة ثامنة لأن أكتب أمامكم جميعا باللغات العربية تحت الموضوع الاختلاف الرحمة. أيها الحاضرون الكرام، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. خلق الله تعالى ناس شعوبا وقبائل مختلفة يتعارف بعضهم بعضا. بهذا الاختلاف كنا نستطيع أن نتمتع بجمال وعجائب مخلوقات الله في هذه الدنيا، كما نستطيع أن نتدبر ونتفكر بجمال هذه حياتي. لو كان كل إنسان مثل أسود اللون، لو كان كل إنسان مثل طويلا، لو كان
يستوي لو كانت 24 ساعة كلها نهارا مثلا أو كلها ليلة لو كان جميعهم وصلت على شكل واحد لو كان الناس على شكل واحد في تشريه لو كان الناس كلهم يستغيلوا في كسب واحد ولهم كفاءة متساوية لو كان خلق الله جميل في العالم على طبيعتي وذاتيتي واحدة متساوية مثلا ما أكبر هذه الحياة التي يحيا الإنسان فتكون لا قيمة ولا تفدي نفعا بل تكون هذه حياة القانتات إخواني في الدين عسى الله كل مسلم أن يتدبر ويتأمل ويتفكر ويتعامل مع العالم حتى يستطيع أن يتمتع بجمال خلق الله تعالى وقد قرأ قرآن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم أيها الحاضرون الكرام يعتقد مسلمون بوجود الاختلاف في الرأس وفي نفس الوقت هم لا يقرون على هذا الاختلاف لأنه يسبب إلى تفرقة والكريسة ونظرات إلى تفريق يقال أن للمسلمين 4 مذاهب وندرك أن اختلاف مذاهب رحمة لنا ولجام المسلم ومعنى ذلك أن المسلمين إذا تمسكوا بتعاليم الإسلام وفق منهج أئمة 4 والسلف الصالحين فإنه سيحيون حياة الطيب إخواني في الدين والآخر تذكروا الشعار المسلم الذي يقال في أقاء الدنيا وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق وهذا ما أتمنى منكم وأرجو من جميع المسلمين في أقاء الدنيا أن يتحدوا ويسعوا بجود والقوات في إيجاد هذا الاجتهاد لأنه إذا تحدوا سيكرمهم الله بفضله ورحمتهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم هذه هي خطباتي وأطلب منكم عفوا والآخر أقول لكم وبالله توفيق والهداية وإيضاء والعناية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Peserta yang bersantap